عاملين ايه؟ يلا بينا النهارده هنعمل مربى الفراولة مع بعض. واستنوا باقي الأنواع كلها هتنزل تباعا بعد كده. أول حاجة هنعملها هنغسل الفراولة بشكل كويس جدا، وبعد ما ننضفها نبتدي إننا نجهزها ونوضبها ونقطعها. ونبتدي إننا نقطع الجزء اللي من فوق اللي بيبقى لونه أبيض أو أخضر شوية كده، ونقطع الفراولة بتاعتنا على 4 بالشكل ده. طبعا أي جزء بيبقى طري نوعا ما كده في الفراولة بنشيله برضو، مش بنحطه معانا في المربى علشان ما يأثرش من عمر المربى بتاعتنا. كل كيلو من الفراولة له كوبايتين من السكر، وده المعيار بتاعه المظبوط. هنحط السكر ونقلب الفراولة ونركنها حوالي ساعتين كده، لغاية لما تنزل المية بتاعتها مع السكر تماما علشان تستوي معانا بشكل كويس. هنا خلاص غلفناها بالسكر وسبناها لمدة ساعتين، ورجعنا لقيناها بقت بالشكل ده. هناخدها ونحطها على البوتاجاز على نار هادية، ونبتدي إننا نقلبها كام تقليبة كده ونسيبها. وأول ما تبتدي إنها تغلي شوية نبتدي نغيب ونقلب ونغيب ونقلب بالطريقة دي، يعني كل دقيقتين كده. أنا عايزة أقولك إنك هتطلعي المربى زي بتاعت بره بالظبط. هنا بدأت إنها تغلي وتقلب بالشكل ده، هنبتدي إننا نشوف ريمة بيضة كده على الوش، هنشيلها تماما حتى ولو كانت قليلة. ما تخليش أي ريمة على الوش، لأن الريمة دي هتأثر من عمر أو صلاحية المربى بتاعتك. شايفين أنا بشيلها كلها، مش بخلي أي ريمة على الوش. هنجيب ليمونة صغيرة ونعصرها على الفراولة بتاعتنا، وده قبل يعني النضج كده بحوالي مثلا 5 دقايق، أو قبل ما نطفي عليها ب5 دقايق. ونبتدي إننا نقلب. وطبعا أنا حابة إن الفراولة بتاعتي تبقى قطع، لو انتي حابة إنها تبقى ناعمة فهتعملي ده بالهاند بلندر. أما لو انتي حابة إنها تبقى قطع فهتجيبي الهراسة بتاعت البطاطس بتاعتك وتبتدي إنك تعمليها كده، أو بالشوكة، وتسيبيها تبقبق حوالي دقيقتين كده. وهنكون محضرين الجيلاتين. لما هتيجي تمسكي برطمان المربى هتلاقي مكتوب عليه مغلظ قوام. احنا مش هنستخدم بقى الحاجات الصناعي دي، احنا هنستخدم الجيلاتين الحيواني، وده مفيد جدا جدا وخاصة للفقرات والركب وخلافه. هناخد معلقة كبيرة من الجيلاتين وندوبها في حبة مية كده لغاية لما يدوب تفك بالشكل ده. هنا اختبرنا المربى بتاعتنا وشوفناها استوت ازاي لما نحط معلقة في الطبق ونبتدي نعمل الخط ده وما ترجعش تاني. ننزل على طول بالجيلاتين ونقلب. نسيبها برضو دقيقتين، ونكون مجهزين البرطمانات بتاعتنا مغسولة ومتعقمة وجافة تماما، اوعي يبقى فيها ولا نقطة مية. ونعبيها في البرطمان وهي سخنة بالشكل ده. شايفين لونها وقوامها بقى عامل ازاي؟ فيها لمعة جميلة. وكمان عايزة اقول لكم الريحة والطعم والسكر بتاعها مظبوط جدا. انا لا بحب الفانيليا ولا بحب القرنفل، انا بحب ان المربى تبقى زي ما بجيبها من بره بالظبط، وبطعم جميل جدا ومش هتفرقيه عن بره. شايفين اللون واللمعة؟ وده القوام بتاعها. وكمان هتتماسك نوعا ما لما نحطها في التلاجة وتبرد. وألف هنا وشفا.